مصر، هنقول ايه في جمالها ولا اصالتها ولا ثباتها ولا سيرتها العريقة؟ حتى الشعراء والأدباء عجز لسانهم عن وصفها كما ينبغي، لأنك مهما وصفت فوصفك ده برضو لا يضاهي جزء من جاذبيتها الخاصة. خلينا نقول إنها قدرت تضم كل الأذواق من كل الأنواع، وعلشان كده مفيش دول ولا ثقافات على وجه الأرض مصر مش ضمن أحلامها. المرة دي هنكون معاكم بطريقة مختلفة، لأن الجمال اللي جايين نعرضه معاكم النهاردة يعتبر من أهم الكنوز المدفونة في القاهرة، والأجمل بقى إننا هنعرضه معاكم بالعدسة الخاصة بسفيرة الحضارة. استنوني.